الجزائري بيرتدي النهارده القميص الاخضر والشورت الاخضر. على بركة الله انطلقت احداث الشوط الثاني وال45 دقيقة الحاسمة الفاصلة في نتيجة هذا اللقاء وفي مواجهة عدى برشاقة ومهارة واختل توازن مدافع النادي الاتحاد. ودي تسديدة دايما بتسديداته عاشور، ولكن حتى الآن من خلال المشاركة رقم لوردة مع نادي الاتحاد، محمود عبد الحكيم يعلي الكرة في مكان خطير، عايز يسيطر عليها حمادة، ولكن رامي يعمل ابعاد ترجع لمحمد اشرف في مكان حلو. هيعمل ايه؟ عدى بمهارة، وادي التسديدة يا ولد، عدى بمهارة سنتيمترات. ادي الحل، ادي الحل، وادي المهارة الفردية. وسع لنفسه وحط في الضيق علي فرج، ولكن لازلنا واحنا في الدقيقة 3 والتبديل الاول قبل محمد اشرف. تدخل من نصيب مين؟ هيبقى من نصيب عمرو موسى. هاني سعيد يلعب كرة للامام في منتهى الخطورة يا ولد على الكنترول. وفين وردة؟ وفين يا وردة؟ كان هي الفرصة الاولى لزعيم الصغر. بص شوف اللمسة، وكانت عايزة غمزة، ولكن الغمزة عدت ومرت. وتدخل احمد ياسر، وهيخرج محمود عبد الحكيم. دقيقة والتعادل لازال. شبح بيخيم على اللقاء. ادي اللقطة المرة الثانية. سعيد قطة يلعب كرة على القائم الثاني. عواد في توقيت خاطئ، ولكن بيصحح وضعه. ودي تسديدة مرة ثانية، عواد زي ما حضراتكم شايفين كده، لا مسك ولا عمل ابعاد. اشرف تقدم وانطلاق، عايز يعدي يا ولد، عملها حلو في منتهى الخطورة. وادي جمعة، ولكن فين يا جمعة؟ حسني هينزل بديلا للرمزي. خد جمعة كان عنده فرصة ولكن لم يحسن اتخاذ القرار. ادي عرضية حلوة خطيرة. وادي الهدف السادس وهدف الامال والاحلام حلوة جدا من الظهير الايسر عمرو يحيى، وراسية مش معدية، مش ممكن، من فوق ايد علي فرج هداف النادي المصري حمادة يحيى، علشان يتقدم للنادي المصري في الدقيقة 88. شارك في أول لقاء في بطولة الدوري الممتاز من الدفء، وأربع هدف اللي تقدموا بيه. واللي يدافع يستقبل. انذار جديد. شوف اللقطة مرة تانية. ادي احمد ياسر بياخد الكارت نهاية، ولكن لازال الحوار. وبالفعل في هذه الاثناء مشاهدينا الكرام بتنطلق